بعد قراءة كل الكتب دي كانت جملة واحدة بس هي اللي بتفضل ترن جوايا، بكتبها واسجلها واحس ان هي قالت لي حاجة من غير ما اكون عارفة هي قالت لي ايه بالظبط. فضلت اجمع الجمل دي واحدة ورا التانية لحد ما بقى عندي صندوق صغير مليان اثر. وجه الوقت اننا نفتح الصندوق ده معاكم ونفكر سوا دي بتقول ايه وبتحكي عن ايه، ان كل كلمة وراها حكاية. وده اللي هنعمله مع بعض في السلسلة دي اللي هتكون كل يوم حد. وجملتنا النهاردة بتقول: إذا نجحت في تحقيق شيء ليس هو هدفك الحقيقي فقد فشلت في تحقيق نفسك. وده فكرني بنوعية بنشوفها كتير قوي في حياتنا. فكرني بقصة كنت سمعتها من قريب، شخص بيقول: طول عمري كنت بسمع كلمة ذاكر انجح اشتغل اتجوز وعيش سعيد، فقرر يعمل كده بالحرف. ذاكر ودخل كلية من كليات القمة، اشتغل شغلانة كل الناس بتحسده عليه، مرتب كويس، شقة، عربية، كل الناس بتقول برافو. بس بيقول: من جوايا كنت حاسس اني قافل على نفسي صندوق من دهب شكله جميل قوي من بره بس من جوه بيخرج. كل يوم بيصحى يقول: هو انا ليه مش مبسوط؟ مش ده اللي انا كنت بحلم بيه؟ انا كنت بحب ارسم، بحب اكتب، كنت بحب اتكلم مع الناس واسمعهم، مش ادور في شيت اكسل طول اليوم. وعدت السنين وهو بيكذب نفسه، وكل ما حد يقول له انت ناجح يبص في المرايه ويقول: بس انا مش شايف نفسي. كان قاعد لوحده فتح درج قديم لقى كراسه رسم كان ناسيها وفتحها. بيقول وقلبي اتخض جدا: ده انا الولد اللي كان بيرسم من قلبه وكان بيحلم يكون فنان، مش مجرد موظف في شركه مش عارف حتى هدفها. في اللحظه دي قال: انا فهمت، نجحت لكن في حاجه ما كنتش انا فيه، وده كان اكبر فشل. وده بيخلينا نوصل لحاجه مهمه جدا، هو ان مش مهم الناس شايفاك ناجح في ايه، المهم انت شايف نفسك ناجح في ايه. ولو حسيت نفسك تايه ابدأ من جديد حتى لو من اول السطر، لانك لما تبدأ تمشي في طريقك الحقيقي حتى التعب هيكون ليه معنى. خطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.